السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد اللي رجعت لكم فيه بعد مدة غياب. اولا نبدأ على بركة الله. هذه الحلوى حلوى اقتصادية، حلوة الطابع معروفة. راح نديرها معكم اليوم ان شاء الله. بصح قبل هذا الشيء لازم تشاهدوا الفيديو كامل وتبارطاجيوه وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا في إناء نحطو كيلة نتاع البيض. أنا درت نصف الكاس. كيلة نتاع الزيت. نتوما بطبيعة الحال ديروا العبار اللي بغيتو. انا هنا كانت عندي غير 3 بيضات. نفس الكيلة نتاع البيض نديرو نص الكيلة نتاع الزيت والسكر كما تعرفوا. هنا راني درت رشة ملح ودرت ملعقة صغيرة فانيليا وملعقة نشا مايزينا، ونبدأ نحرك كما راكم تشوفوا حتى يذوب هذاك السكر ويولي لنا الخليط ابيض. هنا بعد ما ضربته مليح كما شفتوا معايا تحصلنا على هذا الشكل. هنا راح نديرو كيس خميرة. انا درت 2 كيسان فرينة غربلتهم مع هذاك الكيس نتاع الخميرة كيميائية وضفتهم لهذاك الخليط وبديت نحرك فيهم حتى يتشرب لي هذيك الفرينة، ونشوف اذا نزيد له الفرينة ولا لا. انا دات لي 3 كيسان ونصف. هنا بعد ما عجنتها راني نحلل فيها بالحلال وراني نطبعها بالطابع. كل واحد يدير الشكل اللي بغاه، كاين شكل قلب ولا نجمة. هنا راني نطبع فيها في نفس الوقت درت الفرن يحمى، شعلت له من تحت. هنا بعد ما طبعتهم نروح نديرهم يطيبوا. هذا هو السمك تاع الحبة نتاعنا، نديروها غليظة شوية. هنا بعد ما طابوا ليا شوفوا كيف تحصلنا عليهم يجوا روعة. هنا راني نزين فيهم، درت عليهم العسل وغطستهم في نواة كوكو، والتزيين يبقى اختياري. هذا هو اللي توفر عندي في البيت. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلوى، نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. هنا نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيف جات طريه وهشيشه وبنينه، تجي مع لاتاي ولا قهوه. ما شاء الله، جربوها وردوا لي الخبر وشكرا.